اهلا وسهلا بكم جمهور ماستر بيس فيلم. بتعملوا ايه؟ مش بتعملوا حاجه؟ تعالوا هنشوف مع بعض فيلم ماستر بيس. قصه حلوه واحداث مشوقه، فخليكم معانا للنهايه علشان تعرفوا تفاصيل القصه كامله. بيبدا الفيلم مع بنت اسمها إيلين، وبتكون إيلين خارجه لبلكونتها ومقرره انها تنهي حياتها، وفعلا من غير اي تردد بتقف إيلين على سور البلكونه وبتنط من عليه. وعلشان نعرف ايه وصلها للمرحله دي بنرجع فلاش باك قبل شهر، وبنشوف إيلين وهي متصابه في عينها ومحجوزه في المستشفى. ولما بتبدا تفوق بتفتكر اللي حصل معاها، وانها اثناء ما كانت خارجه من حفله بيهاجمها شخص مقنع وبيرش في عينها ماده كيميائيه. في الوقت ده بيحس الممرض انها فاقت، فبيروح علشان ينادي على الدكتور. فبيجي الدكتور وبيفحص إيلين وبيقول لها انها للاسف فقدت بصرها، ولان سبب العمى هو ماده كيميائيه فما فيش اي امل ان بصرها يرجع لها من تاني. فبتنهار إيلين من العياط، وبعدها بيجي المحقق وبيسالها لو كانت شاكه في حد معين، فبتقول له إيلين انها شاكه في جوزها القديم، وبيسالها لو كان معاها اي حاجه غاليه اثناء الهجوم، وبيعرف منها انه كان معاها الكمان بتاعها واللي قيمته 500 الف دولار، وبتعرفه ان الكمان ما لقيتهوش معاها بعد ما فاقت. وبيتصل اخو إيلين وبيطمن عليها، وبيقول لها انه هينزل اجازه قريب من شغله اللي في اليابان علشان يكون جنبها، وبيكون اشترى لها شقه جديده في مكان امن وبعيد، وكمان عين ممرض اسمه كلايتن علشان يهتم بيها لغايه ما يوصل. وبعد ايام بتنتقل إيلين لبيتها الجديد، وبيوصل كلايتن وبيدخل بالمفتاح اللي معاه، وبيعرفها بنفسه وانه هيكون المسؤول عنها، وبيقول لها انه هيجهز لها الفطار لغايه ما تفوق وتخرج. ولما بتخرج إيلين للصاله بيعرفها كلايتن انه هيكون مسؤول عن كل حاجه تخصها، من اول اكلها وتنظيف البيت وحتى حمايتها وتعليمها للغه براين، وكمان ازاي تقدر تتعامل مع الالكترونيات. وبيقول لها انه هيكون موجود معاها كل يوم من الساعه 11 للساعه 2. ومش بتتفاعل إيلين مع كلايتن ولا كلامه لانه بالنسبه لها شخص غريب، وبينتهي ميعاد كلايتن فبيسيبها وبيمشي. وبالليل بتتصل إيلين على صاحبتها ساشا، لكنها بتلاقي تليفونها مقفول كالعاده، فبتتضايق إيلين وبتفضل طول الوقت تفتكر الحادثه واللي حصل معاها، ومش بتقدر انها تنام بسبب خوفها، لغايه ما بيطلع النهار وبيوصل كلايتن في ميعاده، والمره دي بيكون جايب لها عصفور اخضر علشان يسليها. وبتساله إيلين عن لون العصفور، فبيرد عليها وبيقول لها انها تقدر تشوف كل حاجه في خيالها زي ما هي عايزاها، وبيكذب عليها وبيقول لها ان العصفور لونه ازرق. وبيجي لإيلين رساله صوتيه من المحقق بيقول لها ان طليقها في السجن بسبب قضيه نصب، وانهم اتحققوا من كل القريبين منه، لكن ما طلعش ولا واحد منهم سبب في الحادثه اللي حصلت ليها. وبيقول لها انهم لقيوا اثار اقدام جنب عربيتها يوم الحادثه وبيفحصوها. وبيتكلم كلايتن مع إيلين وبيقول لها انه عرف عنها شويه معلومات قبل ما يوافق على الوظيفه دي، زي انها كانت عازفه مشهوره وانها كانت موهوبه جدا، وان تذاكر حفلتها كانت بتخلص بعد ساعات من نزولها. وكلام كلايتن بيحسس إيلين بالعجز وانها مش هتقدر تمارس هوايتها المفضله من تاني، فبتزعق له إيلين وبتأمره يسكت ويوقف كلام. وقبل ما يمشي كلايتن بيديها عصايه للمكفوفين علشان تساعدها في التعرف على البيت، وفعلا بتقوم إيلين تتدرب وبتتمشى بيها في البيت. وبالليل كالعاده ما بتقدرش انها تنام، لكنها المره دي سمعت صوت حد بيفتح باب بيتها، فبتترعب وبتكون مش عارفه تتصرف ازاي، وبتتصل على امن العماره لكن محدش بيرد عليها، فبتشجع نفسها وبتخرج من الاوضه، وبتسمع صوت بنت قاعده على الارض وبتعيط، فبتقرب ناحيه الصوت وهي خايفه ومرعوبه، وبيطلع ان الصوت جاي من فتحه التهويه اللي بتطل على شقه جيرانها، وبتسمع صوت بنت وهي بتتألم وكأن حد بيضربها، وده اللي بيزود خوفها وبيخليها ترن على كلايتن. لكن على اخر لحظه بترجع في كلامها وبتقول له انها رنت بالغلط، وبتدخل اوضتها وبتقفل الباب عليها، وبتقرر انها تاخد مهدئ علشان تنام. وتاني يوم بتحكي إيلين اللي حصل لكلايتن، فبيقول لها كلايتن انها لو سمعت اي صوت او استغاثه تتصل بالشرطه. وبيبان ان إيلين بدأت تتقبل كلايتن، وبتسأله ليه اختار شغلانه صعبه زي دي، فبيعترف لها ان والدته كانت مريضه ومش بتقوم من السرير من وقت ما كان لسه صغير، وانه اتعود دايما على خدمتها ورعايتها، وبعد ما والدته ماتت قرر انه يرعى كل الناس اللي محتاجه رعايه، وكمان يشوف ايه الشخصيه اللي بيحبوها في التعامل ويتعامل معاهم بيها علشان يريحهم. فبتسأله إيلين هو بيتعامل معاها بأنهي شخصيه، فبيجاوب عليها وبيقول لها انه مستغرب لانه بيتعامل معاها بشخصيته الحقيقيه. وبعد ما بيمشي كلاينت بتكون إيلين لسه بتفكر في جارتهم اللي سمعتها بتتألم، وعلشان كده بتطلع من شقتها وبتروح على بابها وبتسيب لها ملاحظه بتعزمها فيها تشرب شاي معاها. وبالليل بيخبط باب إيلين، فبتخاف وبتسأل مين اللي على الباب من قبل ما تفتح، وبتعرف انها جارتها اللي في الشقه اللي جنبها، فبتفتح لها إيلين وبتقول لها جارتها ان اسمها لانا، وبتعرفها إيلين من قبل ما تدخل انها كفيفه ومش بتشوف. بعدها بتدخل البيت وبتروح تعمل الشاي، وبتتكلم إيلين مع لانا وبتتعرف عليها، وبتعرف انها عايشه مع جوزها في الشقه اللي جنبهم. فبتقول لها لانا ان عندها 48 سنه، لكن إيلين مش بتصدقها لان صوتها بيكون اصغر من سنها بكتير. وبتسالها لانا لو اتألمت في حادثه فقدان بصرها، فبتستغرب إيلين وبتسالها ازاي
وازاي عرفت ان حصل لها حادثه من غير ما هي تحكي لها. فبتتوتر لانا وبتكون عايزه تمشي، لكن إيلين بتلحقها، ولما بتمسك ايدها بتحس برعشه جسمها بسبب الخوف. فبتحاول إيلين تلمسها علشان تطمنها، لكن ايدها بتيجي على جرح جديد ومتخيط في وش لانا. ساعتها بتقرب منها لانا وبتهمس لها انها لازم ما تثقش في اي حد حواليها، وبعدها بتجري على بيتها. وبتتصل إيلين على كلايتون وبتقول له اللي حصل معاها، وانها اتاكدت ان لانا بتتعرض للعنف من جوزها بعد ما حست بالجرح اللي في وشها، وعلشان كده بتتصل بالشرطه وبتبلغهم يساعدوها. وتاني يوم بيوصل شرطي علشان يحقق مع لانا، وبتعرف إيلين من المحقق ان مفيش اي كدمه او جرح في وش لانا، وانها كانت بخير ومش بتشتكي من اي عنف بتتعرض له. لكن إيلين مش بتقتنع لانها بتكون مصدقه اللي لمسته وحست بيه. وبتلاحظ إيلين ان في صوت عربيه معين بيتكرر كل يوم في نفس الوقت، ده غير اصوات الشارع اللي بتتكرر هي بالظبط كل يوم في نفس التوقيت. ولما بتقول لكلايتون بيقول لها ان ممكن تكون بتتوهم لان دي حاجه مش طبيعيه، لكن تاني يوم بتثبت له ان صوت العربيه اتكرر مره تانية في نفس الميعاد بالظبط. وفعلا بيصدقها كلايتون، لكنه بيقول لها ان ممكن يكون صاحب العربيه بيستخدمها علشان شغله كل يوم في نفس الميعاد. وبتستمر إيلين في البحث ورا لانا وبتعرف اسم جوزها، وبتدور بالبحث الصوتي عنه في الانترنت. وفي الوقت ده بتسمع صوت الاسانسير، فبتخرج علشان تتكلم مع لانا، لكنها بتكتشف انها مش لانا وانه جوزها، واللي بيزعق لها لانها اتدخلت في حياتهم وكمان طلبت الشرطه بدون وجه حق. فبتخاف إيلين وبتكون هتدخل شقتها، لكن بيسمع الزوج نتائج البحث اللي باسمه وهي خارجه من شقه لانا، فبيقتحم البيت عليها وبيهددها انها لو تطفلت عليه مره تانية هيبلغ عنها. واول ما بيمشي بتقفل إيلين الباب وهي منهاره، وبتتصل على كلايتون علشان يجي لها بسرعه، وبتقول له ان جارهم اتهجم عليها. وقتها بيتعصب كلايتون وبيكون رايح يتخانق معاه، لكن إيلين بتوقفه وبيقول لها كلايتون انه كان حابب يتكلم معاها، وبيعرفها انه معجب بيها وان ده مش اخلاق مهنته، لكنه ما قدرش يسيطر على مشاعره. وبيقول لها انه علشان كده لازم يبعد عنها، لكن إيلين بتقول له انها محتاجاه جنبها الفتره دي لانها مش بتثق في اي حد غيره، وبتطلب منه يكون صديقها مش اكتر لانها مشوشه ومش قادره تفكر في اي حاجه تانية. فبيوافق كلايتون وبيطمن عليها وبيسيبها وبيمشي. وبعد فتره بتسمع إيلين صوت الباب بيتفتح، وبتفتكر انه كلايتون رجع للبيت، لكنها لما بتخرج من الاوضه بتحس انه جوز لانا، فبتطلع تجري على اوضتها. ولما المجرم بيقرب منها وبيخنقها بتعرف انه مش جوز لانا، وانه الشخص اللي كان السبب في فقدان بصرها. وبتتصل إيلين على الشرطه، لكن التليفون بيقع منها، وبيخنقها المجرم لغايه ما يغمى عليها. وبعد شويه بتفوق إيلين على صوت المسعف اللي وصل بعد مكالمتها للشرطه. بعدين بيوصل الخبر لكلايتون وبيجي علشان يطمن عليها، وبيقول لها ان المحقق مستنيها علشان يعرف منها ايه اللي حصل بالظبط. وبيسالها المحقق لو كانت شاكه في حد معين هو اللي عمل كده، فبتقول له انها متاكده انه نفس الشخص اللي كان السبب في الحادثه الاولى. لكن المحقق بيصدمها لما بيقول لها ان مرتكب حادثه فقدان بصرها هي صديقتها ساشا، وانهم بعد ما فحصوا اثار الاقدام اكتشفوا انها نفس مقاس ساشا. وبرغم صدمه إيلين وعدم تصديقها للي حصل بتفهم السبب اللي مخلي ساشا مختفيه ومش بترد على رسائلها. وبيصدمها المحقق اكتر لما بيقول لها ان مفيش حد دخل او خرج للمبنى من بعد كلاينت، وده معناه ان مفيش حد اتهجم عليها، وانها احتمال تكون بتتوهم زي ما توهمت موضوع تعرض لانا للعنف من جوزها. وقتها إيلين بتكون منهاره ومش فاهمه اللي بيحصل معاها، لكن كل اللي مصدقاه انها واثقه من كل اللي حست بيه. وبيجي كلايتون تاني يوم في ميعاده، لكن إيلين بتكون عايزه تقعد لوحدها، فبتسمح له يمشي وبتديله اجازه. بعدها بتجيب اللابتوب وبتكتب رساله وبتقول فيها لاخوها انها ما بقتش قادره تعيش من بعد ما فقدت بصرها، وانها حاسه انها هتفقد عقلها كمان بعد فتره بسبب اللي بيحصل معاها. وبتقول لساشا انها ما كانتش مصدقه اللي هي عملته. وبعدها بتقوم إيلين وبتقرر انها تنهي حياتها، وبتقف على سور البلكونه وبتنط وهي بتعيط ولكن بدون تردد. وبعد دقايق بتفوق إيلين وبتلاقي نفسها نطت مسافه بسيطه قوي من بلكونتها وما وقعتش في الشارع، ولكنها وقعت جوه اوضه غريبه وحيطانها مبطنه بماده عازله، وان صوت العربيه واصوات الشارع اللي كانت بتسمعها متسجلين في مكبرات صوت. وهنا بتفهم ليه كانت بتسمع نفس الاصوات في نفس الميعاد كل يوم. وبترجع تاني تنط جوه البيت، وبتخرج من شقتها وبتحاول تفتح الاسانسير، لكنه مش بيتفتح معاها. وبتكتشف ان كل اللي حواليها عباره عن مجسمات. وبتفهم إيلين انها مش في شقه حقيقيه، وانها محبوسه في المكان اللي موجوده فيه، لكنها مش بتبقى فاهمه السبب. فبتجري على اوضتها تعيط من الصدمات اللي بتتعرض لها، وبتقرر انها لازم تتكلم مع لانا. وعشان كده اول ما بتسمع صوتها بره الشقه بتطلع لها فورا، وبتمثل لانا انها بتفتح الباب، لكن إيلين مش بتكون سامعه صوت مفاتيح ولا حاجه. وبتقول لها إيلين انها نسيت ولعتها عندها، فبتدخل لانا علشان تجيبها، وبتكون قاصده توقع الولاعه تحت الرخامه، وبتنزل مع لانا علشان تجيبها. واول ما بيستخبوا تحت الرخامه بتقول إيلين للانا انها عارفه كل حاجه وانها مش في بيت حقيقي، وبتسالها هي ليه هنا وبتعمل ايه. فبتقول لها لانا انها هنا علشان انقذتهم،
ولكن قبل ما تكمل كلامها بيخبط الباب، وبيكون زوج لانا اللي جاي ياخدها علشان يخرجوا. وبعد شويه بيوصل كلايتن وبيقول لإيلين انه جاي مخصوص علشان يتعشى معاها. ساعتها بتواجهه إيلين بالحقيقه وبتقول له انها عارفه كل حاجه وانها مش في بيت حقيقي، وبتقول له يعترف لها بكل الحياه دلوقتي. وفعلا بيعترف لها كلايتن انها في مكان اشبه بالمستشفى النفسيه لكنه قريب جدا للواقع، وده علشان تتعالج نفسيا بعد صدمه فقدان بصرها، وعلشان لما تخرج للواقع الحقيقي تكون قادره تتاقلم معاه وتعرف تعيش، وان اخوها دفع مبلغ كبير مقابل ان إيلين تتعالج هنا. وبتنهار إيلين من اللي بتسمعه، لكن كلايتن بيطمنها وبيقول لها انه معاها ومش هيسيبها. ولما بتهدى إيلين بيقدم لها كلايتن كمان وبيقول لها انه عارف انها افتقدت العزف، فبتقول له انها مش هتقدر ترجع تعزف تاني. وبيقوم كلايتن علشان يحضر العشاء وبيخبط على الترابيزه خبطتين ورا بعض، فبتحس إيلين انها سمعت نفس الصوت ده قبل كده، وفجاه بيبدا عقلها يجمع كل الخيوط ويربطها ببعض، وبتكتشف انها خبطت نفس الممرض اللي كان معاها في المستشفى، وهي برضو نفس خبطه الدكتور اللي كشف عليها، وكمان نفس خبطه المحقق اللي مسك قضيتها. وبتتصدم لما بتفهم ان كل دول هم شخص واحد وهو كلايتن، وانه محتجزها ومخليها اسيره ليه، لكنها مش بتبقى فاهمه السبب. وبرغم رعبها وخوفها من الحقيقه اللي وصلت ليها الا انها حاولت تمثل انها طبيعيه، وبتقول لكلايتن انها هتقوم تحضر المشروب بنفسها، وبتفضل تتكلم معاه علشان تلهيه. واول ما بتقدم له المشروب بتمثل انه وقع من ايدها غصب عنها، وبسرعه بتجيب اول حاجه بتمسكها ايدها وبتضربه بيها على دماغه لغايه ما بيفقد الوعي، وبتاخد مفاتيحه وصاعق الكهرباء بسرعه من شنطته وبتفتح الباب علشان تهرب. وبتلاقي كل اللبس اللي كان كلاينت بيلبسه علشان يمثل عليها كل الشخصيات اللي كانت بتقابلهم. وبتمشي إيلين لغايه ما بتلاقي لانا في الاوضه اللي كان مجهزها كلاينت على اساس انها مستشفى، وبتعرف إيلين ان لانا تبقى اخت كلاينت، وبتقول لها إيلين انها هتساعدها تهرب معاها، ولكن لانا بترفض وبتعرفها ان كلاينت مسيطر عليها وما تقدرش تسيبه او تتحرك من غيره، لكنها بتساعد إيلين وبتقول لها ان المخرج الوحيد هو فتحه التهويه اللي موجوده في اوضه كلاينت. فبتتحرك إيلين بسرعه علشان تدور عليها، لكن في الوقت ده بيكون كلايتن فاق وبيكهرب إيلين بصاعق الكهرباء لغايه ما يغمى عليها. بعدها بينقلها لاوضته، ولما بتفوق إيلين بتساله ليه بيعمل معاها كده، فبيعترف لها وبيقول لها ان بعد والدته ما ماتت والده كان قاسي عليه بطريقه بشعه لدرجه انه اجبره يتفرج عليه وهو بيكسر اقفاص الطيور اللي والدته كانت بتربيها بالطيور اللي فيها. ومش بس كده، ده كمان حبسه في البدروم 3 سنين من غير ما يخرج منه نهائي، والوقت ده ما كانش في حاجه بتصبره انه يعيش غير خياله اللي كان بيرسم له خطط جميله، وصوت الموسيقى اللي كان بيسمعها من فتحات التهويه في البيت، وان الموسيقى دي كانت موسيقتها هي، وعلشان كده هو حبها من قبل ما يشوفها، ورسم في خياله حياته معاها وقرر انه يطبقها. فبتمثل إيلين انها صدقته واتأثرت بقصته، وبتقول له انها مستعده تعيش معاه كل القصه اللي تخيلها في خياله، وبتطلب منه انه يكون معاها بشخصيته الحقيقيه ككلايتن وينسى كل الشخصيات اللي تقمصها. فبيحس كلايتن بالتشتت، وبتستغل إيلين حالته وبتاخد الصاعق الكهربائي بسرعه وبتصعقه بيه لغايه ما بيغمى عليه، وبعدها بتجري على فتحه التهويه اللي بتعرفها من خلال الهواء اللي جاي منها، ولما بتفتحها بتلاقيها صغيره جدا، وبتلاقي فيها انبوبه من نفس الماده الكيميائيه اللي خلتها فقدت بصرها، وبتعرف ان حتى فقدان بصرها كان بسبب كلايتن، وبتطلع تجري من الاوضه علشان تدور على مخرج تاني، ولكن كلايتن بيكون فاق وبيلحقها لغايه ما بيوقعها على الارض. وقتها بتكون إيلين حطت الماده الكيميائيه ببقها وبترشها في وش كلايتن، وقتها بيصرخ من الالم وبيتعمي هو كمان وبيتخبط في كل مكان وبيقع وهو مش شايف حاجه. في الوقت ده بتيجي لانا وبتفتح الباب لإيلين وبتسمح لها انها تهرب، واخيرا بتهرب إيلين للنور بعد الحبس اللي كانت فيه. وبعد 6 شهور بنشوف إيلين بعد ما تأقلمت على حياتها وحالتها الجديده، وكمان ما تخلتش عن حلمها وهوايتها الوحيده، وبتجهز حفله عودتها للعزف من جديد، وبيكون المسرح مليان على اخره والكل منتظر عزفها الجميل. وبكده بينتهي فيلم النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا. اشوفكم بخير.